السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله دايما تكونوا بخير. النهاردة معانا يعني تعتبر حلقة تعليمية شوية، يا رب تعجبكم وتستفيدوا منها. معانا النهاردة طريقة خلي الفراخ، ازاي نجيب فرخة ونخليها، سواء نخلي الصدر نطلع منه بانيه، او نخلي الوراك علشان نعمل بيها اي حاجة، نعمل بيها شيش طاووق، نعمل بيها حمام كداب، نعمل بيها شاورما. الوراك بيتعمل بيها برضو حاجات كتير وهي مخلية. ومعانا الأجنحة للي حابب بيجمع الأجنحة ويعمل بيها وجبة فراخ مقرمشة محمرة زي بتاع كنتاكي كده، بتبقى حلوة برضو. اللي ما يعرفنيش وأول مرة يتفرج عليا، أنا سارة فتحي من قناة وصفة سهلة مع سارة فتحي. أتمنى الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب تستفيدوا إن شاء الله. وتعالوا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. انا دلوقتي معايا فرخة، دي فرخة 2 كيلو. هوريكم طلعت البانيه بتاعها قد ايه والورك شكله عامل ازاي، زي ما شفنا في اول الفيديو كده مع بعض كده، واحدة واحدة وبالراحة. وهوريكم ازاي بنخلي الصدر وبنخلي الورك. دلوقتي انا قسمت الفرخة نصين والوراك قسمتها نصين، بقى معايا الوركين اهو كده تمام. هخلي الوركين على جنب دلوقتي وابدأ اشتغل في الصدور ونطلع منها البانيه بتاعنا. بنشيل الجلد طبعا، مش محتاجينه في حاجة. بصوا احنا بنتني الجناح كده لورا زي ما احنا شايفين، ومن عند المفصل بتاع الكتف من فوق بنبدأ نمشي بالسكينة وننزل كده واحدة واحدة من جنب الجناح. لازم السكينة تكون حامية ويكون سنها رفيع علشان اللحمة بتاعت الصدر ما تتبهدلش منك. بصوا زي ما احنا شايفين برجع الجناح لورا علشان اعرف اشوف العظم فين واعرف اشتغل واقدر اطلع الصدر كله من غير ما بقي فيه لحمة في العظم او حاجة. بصوا من عند المفصل هنا السكينة تكون حامية زي ما قلت لكم، وواحدة واحدة، وخلي بالك طبعا عشان ما تتعوريش. ومن الجنب كده باجي من فوق العظم وبمشي زي ما احنا شايفين. بصوا سهلة جدا اهو. ومن النص هنا بقطع العظمة اللي في النص اللي تحت دي وخلاص كده. الجناحين معانا هقطعهم وهقطع الرقبة. وطبعا دول زي ما قلت لكم تقدروا تحوشوا الأجنحة، تقدروا تشتروا عليها أجنحة تانية. طبعا في أجنحة بتتباع لوحدها وتعملوا بيها ناجتس، تعملوا بيها الفراخ المقرمشة دي الأجنحة. يعني تقدروا منها تطلعوا من الفرخة حاجات كتير قوي تستخدموها وتعملوها. ودي دي العظمة الصغيرة اللي هي بتبقى الغضروف الصغير ده، اللي هي القرقوشة بنشيلها طبعا علشان يبقى معانا البانيه ما فيهوش اي عظم، ما فيهوش اي حاجة. واي زوايد مش عاجباكي طبعا شيليها. وادي كده اهو بنقسم معانا الصدر نصين علشان نقدر نقطعه بانيه. بصوا ما شاء الله ما فيهوش اي حاجة. العظمة اللي بتبقى في الجنب هنا برضو نشيلها، والعظمة الناحية التانية برضو نفس الحكاية. انا دلوقتي هغسل بس القطاعة اللي بقطع عليها علشان اعرف اعمل البانيه بتاعي ويبقى حلو كده. انا دلوقتي اديتها غسلة سريعة عشان تبقى نظيفة وانا بقطع عليها البانيه بتاعي. دلوقتي البانيه، بصوا البانيه انا مش بعرف اقطعه على قطاع، يعني انا بقطعه الاول على ايدي. بس طبعا انتوا خلوا بالكم وانتوا لازم تجربوا تقطعوا على القطاع علشان تتعودوا ان انتوا يعني تقطعوا البانيه على حاجة. لكن معلش بقى انا اتعودت اقطعه على ايدي والحمد لله ربنا بيسترها على طول وبطلع بانيه كويس. ادي كده معانا اول قطعة بانيه.
واحدة واحدة. لازم السكينة تكون حامية علشان البانيه ما يتهريش منك. لحم الصدر بيبقى ناعم، لو السكينة تلمع هتقطعه وهتبهدله ومش هتطلعي بانيه حلو خالص. اهو بصوا زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله. يعني الصدر طلع كمية حلوة من البانيه، انا مش عاملاه رفيع ما شاء الله، هو قطعة البانيه سميكة شوية، فطلع معايا كمية حلوة من البانيه. بصوا ما تبهدلش معايا، ما هدرتش منه حاجة، ما شاء الله طلع جميل جدا. جربي وتعلمي تعملي في البيت، هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي وهتلاقي فيه توفير الى حد ما. اهو بصوا ادي كده اول قطعة بانيه. وادي التانية. وطبعا كل ما الفرخة تكون اكبر كل ما كمية البانيه هتكتر معاكي. يعني ده ما شاء الله عمل لي اكتر من، يعني بالتقريب كده تقريبا اكتر من نص كيلو بانيه، فما شاء الله يعني كمية كويسة. هنقدر نعمل منها شاورما، نقدر نعمل منها بانيه عادي، هنقدر نعمل منها كوردون بلو، هنقدر نعمل منها ناجتس، هنقدر نعمل منها حاجات كتير. تعالوا بقى للورك ونشوف طريقة خلي الورك ازاي. بصوا معانا واحدة واحدة كده بالراحة. اول حاجة بعملها بشيل العظمة الكبيرة اللي هي في اول الورك دي. في مفصل برضو لو تاخدوا بالكم، في مفصل انا بقطع من عنده اهو، وباخد كل اللحمة اللي موجودة في العظمة دي، مش بسيب منها حاجة اهو. وبطلع عظمة كده ما فيهاش اي حاجة خالص، بس طبعا العظمة دي ما نرميهاش، نقدر نعمل منها شوربة حلوة قوي. نعمل شوربة بقى لسان عصفور، لشوية رز جنب مثلا وراك حمام كداب، يبقى معانا شوربة نسقي بيها الرز. بصوا واحدة واحدة بقى، ونخلي العظمة الأولانية دي. زي ما قلت لكم لازم السكينة تكون حامية، ده أهم ما في الموضوع. بالراحة بشيل كل اللحمة اللي حواليها بطرف السكينة، ومن تحت برضو عند الورك نفس الحكاية بطرف السكينة زي ما احنا شايفين كده. وبشيل كل اللحمة اللي حوالين الورك، اللي حوالين العظمة قصدي، اللي في الدبوس دلوقتي اهي. بطلع عظمة نظيفة خالص، لحمة كويسة ما هرتش منها حاجة علشان السكينة حامية، فبدخلها من جنب العظمة على طول وبشيل منها اللحمة اللي عليها. اهو بصوا واحدة واحدة. انا دلوقتي عند المفصل فصلت العظمة اللي تحت وفصلت العظمة اللي فوق، ودلوقتي بالسكينة كده بلف حوالين المفصل واحدة واحدة علشان برضو ما يتقطعش مني. اهو بصوا طلعت العظمة سليمة والورك سليم، الجلد بتاعه سليم ما تبهدلش، اللحمة بتاعته جوه سليمة جدا الحمد لله ما تهرتش. كل دوت علشان السكينة اهم حاجة تكون حامية، وتخلي بالك وانتي بتقطعي. بصوا العظمة فاضية ما فيهاش اي لحمة الحمد لله. اتعلمي واحدة على واحدة كده مرة على مرة، هتعرفي تطلعي ورك مخلي حلو قوي، وتقدري تستخدميه في اي حاجة تعجبك، يعني بيتعمل بيه حاجات كتير. وفي نفس الوقت انت حاجتك عندك، وقت ما تحبي الفكرة تيجي في دماغك تعمليها هتقومي تعمليها. انت بس تعودي ازاي تخلي الورك، هتلاقي مرة على مرة الوقت بتاعك بيقل. يعني مثلا اول مرة خدتي نص ساعة، تاني مرة هتاخدي تلت ساعة، تالت مرة هتاخدي ربع ساعة، بعد كده الموضوع معاكي هيبقى سهل جدا ومش هياخد وقت ومش هيطول معاكي خالص. بصوا زي ما قلت لكم عند المفصل اللي هنا، وابدأ اقطع العظمة الكبيرة اللي في الورك دي، وفي نفس الوقت بخليها، يعني وانا بقطعها بخليها اللحمة اللي فيها بشيلها خالص بخليها في قلب الورك. ودي طلعت معايا عظمة نظيفة ما فيهاش اي حاجة. دلوقتي بقى في الورك ده
لو الطريقة الأولانية صعبة عليكي مش هتعرفي تطلعي العظمتين لازقين في بعض، طلعي كل عظمة لوحدها مفيش أي مشكلة. يعني اخلي أول عظمة واقطعيها من المفصل بتاعها خالص وحطيها على جنب اهو. بصوا واحدة واحدة كده، متهيألي دي ممكن تبقى أسهل ليكوا. ادي كده خلصت أول عظمة، المفصل بتاعها اهو. اهو بالراحة اهو، ادي أول عظمة طلعت معايا. يبقى كده فاضل العظمة بتاعت الدبوس. هفتح برضو واحدة واحدة وبالراحة، بس هنا بقى مش هفتح للآخر. يعني هنا في المرحلة بتاعت في عظمة واحدة بس دي أنا مش هفتح الدبوس للآخر. هتشوفوا معايا ازاي هتبقى الحتة اللي تحت دي مقفولة شوية، ما فتحناهاش زي الورك التاني. اهو بصوا انا بحاول اخلي ما بين العظمة علشان تطلع معايا سهلة على طول من غير ما افتح الورك للآخر. كله بطرف السكينة. طبعا لو عندك سكينة صغيرة وحامية هتسهل معاكي الموضوع احسن بكتير من السكينة الكبيرة. بصوا انا كده زقيت اللحم بتاع الورك لتحت من غير ما افتحه، من غير ما افتحه جامد بالسكينة للاخر عشان اعرف اطلع العظمة. لا انا زقيته زي ايه، قلبته كده، قلبته لجوه علشان اطلع العظمة دي. وبعد كده هرجع اعدل الدبوس تاني، هتلاقوه مقفول من تحت، مقفول كده. طبعا اللي حابة الطريقة دي تعمل بيها، اللي حابة الطريقة التانية تعمل بيها. بصوا ده هنا الدبوس مقفول معايا من تحت، حتة الجلدة مقفولة اهي. بصوا عاملة ازاي، لان انا شديت العظمة، قلبت اللحمة، فصلت اللحمة وقلبتها وشديت العظمة. ده هنا بقى معايا مقفول تحت. هوريكم. بصوا العظم فاضي مفيهوش لحم، بس طبعا نقدر نعمل بيه شوربة زي ما قلت لكم. ادي بصوا ده هنا معايا الورك اللي مقفول حتة من تحت وده اللي مفتوح. الطريقة اللي تريحك اعملي بيها. عملت لكم بطريقتين، الاسهل ليكي جربي واعملي. وادي معانا الصدر اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا وتشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو، تعملوا لايك. وكده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.